حاربوه وفصلوه من النقابة وقفلوا له عيادته وشمعوها وهو حي، وبيحاربوه وهو ميت. الدكتور ضياء العوضي رحمه الله. ومادام الإعلام المصري بيحاربه بعد ما مات كمان، يبقى الراجل ده يا جماعة كان على حق. الراجل ده ما كانش بيبيع لك منتج، ولا كان بيكسب من وراك أي شيء بيبيعهولك زي دكاترة كتير. بدل ما تروحوا تحاسبوا الدكاترة اللي بتموت كل يوم ناس بالأشعاع الكيماوي والأدوية الغلط اللي بيجربوها عليكم، بيحاسبوا راجل كل فكرته اللي هو عايز صحتك تبقى كويسة. كل فكرته اللي هو عايزك تبقى عندك وعي ان انت ازاي تحافظ على جسمك وتحافظ على صحتك. ما تاكلش اي شيء، وما تدخلش جسمك اي شيء مسرطن او اي شيء متهرمن او اي شيء فيه حاجة وحشة سامة على جسمك. بدل ما كنتوا تنظروه وهو حي وتناقشوه في رسالته، جايين حاربتوه وهو حي وبتحاربوه وبتسووا سمعته وهو ميت. حسبنا الله ونعم الوكيل. الله المستعان.